بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي المتابعين، يا رب تكونوا بألف خير. معانا أكلة حلوة النهاردة وصينية كده حلوة من أكلات زمان الجميلة دي. معايا بقى هنا معايا نص كيلو من اللحمة، ومعايا حبهان وقرنفل وفلفل أسود وورق لورا، ومعايا رز، ومعايا معلقة من التوم وعصير طماطم. اول حاجه بقى تعالوا نعملها اللحمه، لان هي دي اللي بتاخد وقت كتير في السوا شويه. معايا معلقه كبيره من السمنه، واهم حاجه حله تكون سخنه والسمنه تكون سخنه ونار عاليه، وانزل بقى باللحمه بتاعتي كده تاخد صدمه مع البهار بتاعي وتشويحه حلوه كده. واكون عامله ميه مغليه، وما ينفعش احط ملح طبعا، واللحمه في اول سلقها كده علشان ما تاخدش وقت كتير في السوا. بعد كده بقى بجيب ميه مغليه وانزل على اللحمه كده بعد ما تتشوح معايا وتاخد لون كده حلو. وبعد كده بقى نبدا نشيل الريم بتاعها. اول ما تاخد غلوه كده هيظهر الريم بتاعها، ده لازم نشيله ضروري علشان بيسود الشوربه بتاعتي، ولما بيتركز طبعا في الاخر بيعمل زفاره للحمه. تمام. هبدا بقى اشيله كله كده، وبعد ما اشيله وانضف الشوربه بتاعتي وتبقى رايقه كده وجميله، نغطيها بقى ونوطي عليها. واول ما تيجي بقى في 3/4 سواها كده ابدا انزل عليها بالملح بتاعي. نعمل شويه رز رايقين كده. معايا بقى برضو حبهان وورق رورة ومستكه. المستكه جميله قوي، بتفلفل الرز كده وبتطعمه وبتبقى حلوه قوي، بس ما احطش منها كتير عشان ما تمرروش. اشوح الرز بتاعي غسلاه غسله كويسه، اغلفه كده بطبقه السمنه حلو كده. وبعد كده بقى بعد ما يتشوح كده ويسخن معايا جامد في السمنه، انزل بالميه بتاعتي اظبطها واظبط الملح بتاعي. ولو عايزه احط برضو شويه فلفل اسود كده صغيرين، لو متاح عندك حطي، بس مش كتير يعني. يغلي بقى الرز بتاعي واغطيه، واول ما يغلي بقى ويتشرب خلاص اوطي عليه. نبدا بقى نعمل صلصه الفته. معايا بقى هنا نص معلقه صغيره من السمنه، ومعايا معلقه من الثوم. اشوحها كده واخلي التوميه كده بتاعتي تبقى لونها ذهبي. وبعد ما تتحمر معايا كده وريحتها تطلع، اطشها بمعلقه من الخل. وبعد كده انزل بعصير الطماطم بتاعي. تمام. اسيبه بقى يتسبك كده شويه، ويا دوبك احط حبه سكر صغيرين على الصلصه وملح وفلفل. نحضر بقى الصينيه بتاعتنا كده بعيش محمص كده حلو. ننزل عليه بقى باربع كبشات كده من الشوربه. الاربع كبشات من الشوربه ديت هيخلي العيش بتاعي مش طري قوي ومش ناشف قوي، حلو وسط كده. تمام. وبعد بقى ما بحط الشوربه بتاعتي برضو، بحب انزل كده بمعلقتين كده من الصلصه على على العيش قبل ما احط الرز بتاعي، بالطعام العيش كده وبيبقى طعمه تحفه. وبعد كده بقى انزلي بقى بالرز بتاعك كده في رغيف الصينيه. وبعد كده بقى حبه الصلصه الحلوين اللي من فوق كده، ورشه فلفل اسود كده جميله. وعايزه تحمري اللحمه بتاعتك، تمام، حمريها في حته سمنه بلدي. عايزه تسيبيها بقى مسلوقه، مفيش مشكله. بصوا بقى الشكل، بصوا الجمال، بصوا الطعامه، مع بقى شويه شوربه كده بليمون وحبه ليمون مخلل وسلطه، واحلى اكله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش بقى بالشير واللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.